تؤكد العدالة في المغرب أنها على المسار الصحيح، وأن عدالتنا بخير كما تبعتم معنا جميعا بعد ما قررت المحكمة عرض الشريط المتعلق بتوثيق عملية البيع الخاصة بالملف المتابعة فيه السي عبد الله بودريقة، وبعد وقوفنا جميعا على حقيقة الوقائع وبعد تأكيد الموثق على أن هناك شريط ثاني يوجد ضمن المحجوزات اللي هو الهاتف ديالو، تقدمنا بملتمس رامي إلى إحضار المحجوز اللي هو الهاتف ديال الموثق السي وسيح من أجل عرض الشريط اللي يتضمن توثيق عملية البيع والإجراءات التي تمت والحوار الذي تم، وكل ذلك مسجل. استجابت المحكمة مشكورة إلى هذا القرار وقررت إحضار الهاتف النقال الذي تم به يعني يتضمن التصوير بالصوت والصورة، لأن الكاميرا فيها الصورة فقط ولا تتضمن الصوت. قررت المحكمة إحضار الهاتف المحجوز من أجل عرض الأشرطة أو عملية التصوير التي تمت بالصوت والصورة لمجلس العقد الخاص بعملية تفويت اللي اليوم متابع فيها السي عبد الله بودريقة. ويتأكد مرة أخرى من بعد ما عاينا جميع يعني الشريط الذي وثق العملية أن السي عبد الله بودريقة كما قلت في بداية هذا الملف أنه أكبر ضحية في هذا الملف، أنه شخص حضر واشترى بحسنية ولم يكن له أي علم بأن السيدة التي حضرت لتوثيق عملية البيع كبائعة منتحلة لصفة السيدة أخرى، واتضح ذلك من خلال عملية عرض المبالغ المالية التي صورت. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في قناة اشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجيوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تيليشارجوا تطبيق اشكاين من بلاي ستور وأب ستور.